السلام عليكم، مرحبا بكم معايا. اليوم غنشارك معكم الخرشف او القناريه، كله شنو تيقول ليه. الطريقه كيفاش نحافظوا عليه في الثلاجه او في المجمد. طريقه سهله راه زوينه، غنشارك معكم هاد الطريقه هذه كيفاش تحافظوا عليه في المجمد وفي الثلاجه بجوج. طريقه سهله وزوينه بزاف. المهم راه كلشي كيعرف ينقي الخرشف. انا نقيته وغسلته مزيان باش ما نطولش عليكم الفيديو. هانتوما غادي نجيب هنايا، عندي هنايا الفورس، عندي معلقه كبيره ديال الفورس غنديرها. غتقولي علاش الفورس هو اللي كيخلي لنا داك الخرشف او القناريه كيبقى لنا مده 15 يوم. هذه غير في الثلاجه، وما في الفريغو راه كيبقى 15 يوم، كيبقى اللون هو. هانتوما غنشارك معكم، وملي نكون بغي نطيب به غنشارك معكم. معلقه تاع الفورس راه مزيانه تتخلي لينا في نفس اللون ديالو. وغادي نزيد معلقه ديال الملحه، هاي معلقه صغيره ديال الملحه. نتوما معلقه صغيره ديال الملحه. وغادي نقطع هاد الحامض هادي، نقطعها. ها هو بعد ما قطعت هذاك الحامض، غسلت هاد الحامضه وقطعتها، غنديرها بحال هكا صافي. وخلطت هذيك المليحه وهذاك معلقه ديال الفورس وداك الحامض. وعندي هنا الماء، ها هو. طريقه سهله وزوينه بزاف. عندي الماء هنا مغلي، ضروري يكون الماء مغلي. وغادي نجيبو هاد الخرشف هذا اللي درنا مع داك الفورس ومع الحامض ومع المليحه، غنديروه في الماء بحال هكا. ها هو درت الخرشف وهداك الحامض ومعلقه ديال الفورس ومعلقه صغيره ديال الملحه. ها هما درتهم في داك الماء. يكون ضروري الماء يكون مغلي، يعني يكون طيب. ودابا غادي نحطوه، غير غطلع فيه الغليه، ما تخليوش يتسلق. غنخلي هذه ما غاديش نغطيها، يطلع فيه الغليه. انا غنوريكم، تبعوا معايا المراحل. كيبقى زوين في الثلاجه لمده 15 يوم. تبعوا هذه الطريقه يجيكم زوين. وغنعطيكم هذه الطريقه ديال الثلاجه كيفاش تحتفظوا به في الثلاجه لمده 15 يوم، وكيفاش تحتفظوا فيه حتى في المجمدين. هانتوما هو الخرشف، شفتوا ها الغليه طالعه، يطلع فيه الغليه. طفيو صافي. انا غنطفي دابا وغنخليه حتى يبرد ان شاء الله، ضروري ما يبرد. وغنوريكم المرحله كيفاش تحتفظوا به في الثلاجه وفي المجمد بجوج. اول خرشف بعد ما طفيت عليه، هي طلعت فيه ديك الغليه وطفيت عليه. انا غنوريكم الطريقه كيفاش غنحافظوا عليه في المجمد وغنحتفظوا به في الثلاجه لمده 15 يوم. هانتوما تبعوا معايا الطريقه. هانتوما الطريقه اللي غنحتفظوا بها في الثلاجه، غنجيب واحد السفيره ضروري تكون تحكم مزيان، يعني تكون تسد مزيان، تكون ضروري مغسوله ومنشفه. وغادي ناخذوا هذا الخرشف هذا او القناريه، غناخذوه بالماء ديالو وغنديروه في هذه السفيره ونسدوا عليه. وغنهز حتى دوك الطريفات ديال الحامض. تبعوا معايا الطريقه. هذه الطريقه اللي غنديروا في الثلاجه تتبقى لنا حتى 15 يوم. هانتوما بسم الله غادي ناخذ بحال هكا. شفتوا الخرشوف كيبقى في اللون ديالو. هانتوما ضروري ديروا ديك المعلقه ديال الفورس. غنهز بحال هكا حيت انا غادي نقسمو باش غادي نوريكم. النص غنديرو في الثلاجه والنص غنديرو في المجمد. ملي غنكون نطيب شي غديوه ولا شي حاجه غنشارك معكم باش تشوفوا. غيبقى في هذا اللون هذا ملي غنخليه في الثلاجه. وبالنسبه للمجمد انا غنقول لكم الطريقه كيفاش ديروا ليه. هانتوما ها هو بعد ما درتو في هاد السوبيره هادي عفوا. دابا غنجي داك الحامضات غنديرهم حتى هما اللي كانوا مع اللي تسلقوا لينا مع داك الخرشف. دابا غنزيد من هاد الماء هذا. هانتوما شفتوا زدت الماء. ضروري ديروا الماء باش الخرشف يبقى لتحت. وغادي نغطيه. ومني غنبغي نطيب به شي طويجين ولا غنبغي نطيب به غنشارك معكم. غتشوفوا غيبقى في اللون ديالو. ضروري ديروا ديك المعلقه ديال الفورس وشويه الملحه والحامض. هذه غنديروها دابا في الثلاجه. غندوز معكم الطريقه اللي غنحتفظوا بها في المجمد. طريقه ناجحه 100%، كنتمنى تجربوها. وهذا الخرشف اللي بقى لينا هنا غنصفيوه من هذا الماء باش غنحتفظوا به في المجمد. تبعوا معايا الطريقه اللي غادي نديروه في المجمد، نحتفظوا به في المجمد. ها هو درتو هنا تسقطر ليا مزيان. نفس الطريقه غادي نحيت ليه غير الماء. في الثلاجه كنخليه بالماء ديالو. ملي كنبغيو نطيبوا به كنهزو بحال هكا بشي صفايه، ما نديروش يدينا ولا شي معالقه.
وكنهزو ونطيبو به. بحال دابا هذا غادي نديروه في المجمد، نديروه في هذا البلاستيك هذا ديال الثلاجه. ها هو درتو، وغندير معاه الطريفات ديال الحامض. ها هي شفتوا، وتخرجوا داك الهواء من البلاستيكه وتسدوها. ودابا غنديروه في المجمد. هذه هي الطريقه ديال المجمد وديال الثلاجه، وريتها لكم طريقه ناجحه، جربوها. ونتلاقاو في فيديو واحد اخر ان شاء الله.